وانت ماشي في شوارع الأزهر والغورية هتلاقي مئات الأماكن الجميلة اللي كل مكان فيهم شايل وراه حكاية وقصة وأسرار كتير. رحلتنا النهاردة لواحد من الأماكن الجميلة دي، بيت من أجمل البيوت اللي ممكن عينك تشوفها، وهو بيت زينب خاتون. مين زينب خاتون وإيه قصتها وإيه قصة بيتها؟ أنا محمد سعيد من قناة تاريختولوجي، ويلا بينا نحكي لكم حكاية المكان الجميل دوت. اتبنى البيت هنا سنة 1486 ميلادي على ايد احد اميرات المماليك واسمها شقراء هانم. وكانت شقراء هانم دي حفيدة السلطان حسن بن قلاوون، وعاشت فيه شقراء هانم هي وجوزها لحد ما ماتوا. وبعد كده البيت اتقفل لحد عهد السلطان قايتباي، اللي في عهده احد مماليكه بيشتري البيت هنا وبيضيف عليه بعض التعديلات وبيتجوز فيه. وبعد موته بيفضل البيت مقفول فترة طويلة لحد العصر العثماني، وبالتحديد في عهد والي عثماني اسمه والي باشا بيهدي البيت هنا هدية لقاضي القضاة، اللي برضه فاضل عايش فيه فترة طويلة إلى أن توفاه الله. إلى أن يأتي محمد بيك الألفي أحد أشهر المماليك، واللي كان عنده جارية اسمها زينب بنت عبد الله، وهي ما كانتش مصرية وإنما كانت من آسيا الصغرى وبالتحديد من تركمانستان. المهم الألفي بيعتقها وبيخليها حرة ويهديها البيت هنا. وبعد كده تتجوز زينب بنت عبد الله من واحد مهم جدا في مصر في الوقت ده، وهو الشريف حمزة الخربطلي، وكان بيشتغل في وظيفة غاية في الأهمية وهي أمير الحج، ومعناها إن هو مسؤول مسؤولية كاملة عن كل ما يخص الحج والحجيج الخارجين من مصر، ومسؤول عن كسوة الكعبة والمحمل بتاعها ووصولها هي والحجيج الخارجين من مصر بالسلامة لأراضي الحجاز. وطبعا بوصف إنها اتجوزت أمير بقت أميرة، وأضاف لاسمها لقب خاتون، وهي كلمة معناها عالية المقام. زينب خاتون قصة صعود جميلة جدا من جارية لحرة الأميرة. مش بس كده، دي كمان اتحولت لمناضلة أيام الحملة الفرنسية على مصر. طبعا زينب خاتون بعد موت جوزها حمزة الخربطلي ورثت منه ثروة محترمة، فكانت بتمول المقاومة بالمال عشان يشتروا سلاح لمواجهة الفرنسيين. وفي أيام ثورة القاهرة لما دخل الفرنسيين الأزهر هنا بخيلهم وحصلت اشتباكات بين المصريين والفرنسيين، فكان بيتها مفتوح لعلاج المصابين من الثوار، واللي كان بيموت منهم كان بيدفن هنا. مش بس كده، لما كان الثوار بيصطادوا حد من الفرنسيين كانوا بيخلصوا عليه ويدفنوه هنا برضه. زينب خاتون الست العظيمة دي، وبالرغم من إنها مش مصرية الأصل ولا المولد، لكنها كانت بتحب البلد هنا كأنها بلدها بالظبط، وجاهدت بمالها وبنفسها. فلو كان اتكشف أمرها إن بيتها من مصادر المقاومة كانت اتعدمت أو اتقتلت عادي جدا، لكن كرم ربنا عليها إنها ما اتكشفتش وعاشت وماتت في بيتها هنا. جمال قصة زينب خاتون ما خلصش لحد هنا، ولكن تمر السنين وبيت يهمل، ولكن يتم إعادة ترميمه في التسعينات. وأثناء عملية الترميم يلاقوا تحت الأرض، وزي ما احنا بنقول كده تحت البلاطة، زلعتين، واحدة فيها تقريبا 2000 قطعة ذهب، والتانية أكتر من 3000 قطعة ذهب على فضة. والزلعتين موجودين النهاردة بكامل محتوياتهم داخل متحف الفن الإسلامي الموجود بباب الخلق. وكمان لقوا 27 جثة من أيام الحملة الفرنسية مدفونين تحت الأرض. المكان زي ما انتم شايفين تحفة معمارية ومفتوح يوميا للزيارة، مكان فعلا يستاهل انك تيجي وتشوفه، ووعد مش هتندم. وبس كده، كان معاكم محمد سعيد من قناة تاريختولوجي، ولو كنت وصلت معايا لحد هنا فده معنى الحلقة عجبتك، فما تنسيش اللايك والاشتراك لو أول مرة تشرفنا على القناة، وتفعيل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا أول بأول. وسلام.